في ناس بتخاف من الظلام، وفي ناس بتخاف من العزلة. بس أخطر خوف لما تكتشف إنك مش لوحدك أصلا. مش لأن في حد معاك، لأ، عشان في حاجة معاك وحضرتك آخر واحد يعرف. قبل ما أبدأ قصتي، في سؤال لازم تجاوب عليه جواك. هل عمرك حسيت إن في عين بتراقبك؟ مش في الشغل ولا في الشارع، لكن في اللحظة اللي بتكون فاكر نفسك فيها لوحدك. أنا كنت زيك لحد يوم دخل عليا مريض وقال لي جملة بسيطة جدا. هو داخل معايا ومش ناوي يمشي. يومها اكتشفت إن في كيانات مش لازم نسمع عنها ولا نشوفها ولا حتى نفكر فيها، بس للأسف أنا شفت، وإنت بعد ما تكمل القصة يمكن تشوف. كان يوم هادي في العيادة، هدوء غريب والجو تقيل كأن في ضباب مش ظاهر. دخل الشاب مروان، عينه بتلف في كل ركن كأنه بيدور على حاجة أو بيتأكد إن حاجة مش ظاهرة. قعد وقال بصوت مرعوب: أنا مش لوحدي حتى دلوقتي، هو داخل معايا. حسيت بسكون مفاجئ مش طبيعي، وبعدين قال الجملة اللي قلبت حياتي: هو واقف وراك بس ما تبصش. أنا اتجمدت، حاولت استفزه بكام سؤال لكنه فجأة اتوتر. حط ايده على ودنه واتكلم بصوت منخفض: اهدى، خليني اشرح، سيبني. واضح انه بيكلم الكيان نفسه. وقبل ما يمشي قال: لو شفته تجاهله، بيحب يطارد اللي بيشوفه. ومن اللحظة دي أنا ما عدتش لوحدي، ومن اللحظة دي أنا ما عدتش لوحدي. بعدها بيومين كنت في التمرين وأنا قدام المراية. لاحظت حاجة ورايا، حاجة مش بشرية. ظل طويل مش متناسق واقف وساكن ومركز عليا. لفيت، مفيش. رجعت أبص في المراية، الظل اتقدم خطوة. أول مرة أحس إن المراية بتنقل حاجة أنا مش المفروض أشوفها. سبت الجيم ورجعت البيت، وبليل فتحت الكاميرا السيلفي فجأة لما سمعت صوت. لمحت حد بيمر ورايا. من اللحظة دي بدأت المتابعة. بعد يومين كمان كنت سايق بالليل، الشارع فاضي والدنيا ساكنة. وقفت أزود بنزين والجو كان أبرد من الطبيعي. سمعت خطوات ورايا، مشيت قدام، سمعت نفس الخطوات لكن أقرب وأتقل، وكأن في كائن طويل ماشي على الأرض من غير صوت حقيقي. ولما رفعت عيني عند آخر نور البنزينة شفت الكيان واقف، أطول، أوضح، وشكله المرة دي مش شادو بس، كائن كامل بس جسمه من ظلام. ومجرد ما بصلي حسيت إن قلبي وقف والعربية اتزحلقت وأنا بتحرك. وساعتها سمعت في ودني صوت مروان قال لي: هو خلاص شافك. رجعت البيت، بس البيت ما كانش زي قبل. وأنا داخل الأوضة لقيته قاعد على الكرسي، واضح، كامل، وأسود لدرجة إنه مش بيبلع النور. قام ومشي ناحيتي. الغرفة بقت ضيقة والهوا بقى تقيل، كأن المكان نفسه بيرفض وجودي. قال بصوت مش بشري: انت شفت، وده كان كفاية. اللي يشوفني لازم أبقى معاه. وأغمى عليا، فقت تاني يوم على سريري. لكن الإحساس قال لي إنه ما سابنيش. ومن يومها أينما أمشي بحس بخطوات ورايا.